الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن مما يبدأ له الجبين وتذرف له العيون وتتئم له النفوس وتقشعر له الجلود مما نسمعه في هذه الأيام وفي هذه الأزمان الأخيرة في أوساط الأمة الإسلامية من الشغب والفوضى والاحتجاجات والخروج على الرؤساء، فإننا نرى كثيرا من الدول الإسلامية قد انهارت وتشرد شعبها وأصبحوا لاجئين في جميع القارات. إننا نعرف ما لاقت به أمة الصومال منذ 30 عاما من فقد الحكومة، من الحروب والتلاحم، من القتل والنهب والصلب والتشريد، فقد كثرت لاجئون في جميع الأوطان. نسمع لاجئين في الصوماليين في قارة أمريكا، في قارة أوروبا، وفي إفريقيا. كل يوم يموت الصوماليون في البحار على السفن والبخارات. لماذا؟ لأننا فقدنا حكومة ترعانا، وإننا نسمع ما لاقى به شعب السورية من التشدد والتهجر. متى أصبح شعب سوريا لاجئين؟ أرض الخيرات، أرض الزراعة، أرض المصانع. متى أصبحوا لاجئين في أمريكا وأوروبا؟ إلا بعد أن كثرت الفوضى في بلادهم، فإن نساء سوريا وأطفالهم يتباقون بالجوع بين تركيا واليونان. لماذا؟ لأنهم دمروا حكومتهم بأيديهم وخربوا بيوتهم بأيديهم وأسلحتهم. لما نصبوا أسلحتهم على رؤوس بلادهم أصبحوا لاجئين في تركيا واليونان. ومما نسمع أن شعب اليمن أرض المزارع، أرض الجنتين، يموت كل يوم ملايين، كل يوم مئات الأطفال الجوع والعطش والأمراض. لماذا؟ لأنهم هم الذين خربوا بلادهم بأيديهم لأجل مصالح وأغراض شخصية. وإن مما نأسف له إننا نسمع في هذه الأيام إن شعب الجيبوتي، شعب السلام، يحتج بحكومته، إنه يتشاغب مع حكومته. تسمعون ما يفعل الشعب الجيبوتي في هذه الأيام ضد الرئيس إسماعيل عمر جيل، أفضل رئيس في قارة إفريقيا حسب علمي وحسب ظني. ولكن سياسيون انتهازيون في أوطان أوروبا ينادون بشعب جيبوتي ليضيحوا الحكومة والرئيس. ألا يتنبه شعب جيبوتي لما وقع في بلاد الصومال، ما وقع في بلادنا، وما لقي شعبنا، وما لقي شعب اليمن وشعب ليبيا وشعب سوريا والعراق وشعب السودان. كل ذلك دروس تاريخية يتذكر ويتنبه به كل الألباب. إن الأمة الإسلامية تتبع وراء كل مال وتشارك كل سياسي منتهز للفرص، وهذا مما يحذرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا وسلموا على نبيكم الأعظم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على
بحمده وذكر الله الاعلى واكبر. الصلاه.